السلام عليكم، مرحبا بكم. مش نحوالكم الناس الكل. اليوم حبيت نبارطاجي معكم وصفة. هي لا محل ماهيش وصفتي، شفتها في التيك توك. كما تعرفوا الصغار الكل يحبوا السلامي، والسلامي نشري من برا عليه برشا كلام وخايفين نخافوا من كل شيء، قالوا مش مصنع بالباهي والكل. المهم اليوم الوصفة متاعنا تحتوي على 3 مكونات هكا، وما هبطها كان ما جربتها ديجا، جربتها طلعت ما شاء الله. اول حاجه عندنا هنا سكالوب. بعد ما تغسلوا السكالوب نتاعكم بالباهي، تنشفوهم بالماء بالباهي كما عملت انا توا في التصويره في الفيديو كيفاش نشفتهم. يلزمهم يكونوا منشفين بالباهي من الماء. وبعد تالي ناخذوا نقطعوهم ديكوب مربعات والكل، ونحطوهم في الهشوار باش نرحوهم بالباهي. يلزمهم يترحوا بالباهي. حبيت نسألكم على الفيديو اللي هبطته المرة الأخرى، اسكو نكمل في الوصفات وإلا نعمل روتين يومي، وإلا شنو تقولوا لي. لهنا نرحي فيهم، نرحي في الاسكالوب. وهذا اختيار من عندنا. زدت شوية جيلاتين، أما كما تحبوا تزيدوا جيلاتين، تحبوا ما تزيدوش. هي في الوصفة الرئيسية ما حطيتش فيها جيلاتين. لهنا نستحق للنشاء باش نحط، خاطرني هما نورمالمون معناها على 500 غرام سكالوب تحطوا 3 مغارف نشاء. بما انه الكميه اكبر شويه، شفتوش حتى الهشوار بدلتها خاطر ما رفعت ليش الاخرى. زدت عملت تقريبا 4 مغارف 5 مغارف مليانين نشاء. بالنسبه للفحات حطيت فلفل اكحل، شويه كركم، ملح، وحطيت شويه فلفل احمر، وزدت حطيت شويه كولورون باش تعطي اللون. ومع هذاك الكل صبيت شويه ماء، 3 مغارف حكايه 3 مغارف ماء. النكهه تنجموا تحطوا اي نكهه تحبوا عليها. المره دي عملتها سامبل ما في حتى شيء. مره اخرى ان شاء الله نعمل معاها فرماج، نعمل معاها تنجموا فرماج، تنجموا زيتون، تنجموا تحطوا معناها شويه فلفل، تنجموا تحطوا الفلفل متاعنا متاع تونس، الفلفل المهروش هذاك نتصور نزيدها بنه على بنه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. تو باش نعاود نرحيهم بالباهي في الهشوار. يلزمهم يكونوا مرحين برشا، معناها يكونوا عبارة عجينة. اللي هنا كان نحط في الملح، نسيت ما قلت لكمش على الملح. وبعد تالي باش نعاود نرحيه مرة أخرى. وممتون في الرحيان نحضر دي بابي فيلم كي هكا. شفتوا كيفاش حطيت شوية كولورون كيفاش ولا اللون متاعو، نوريكم فيه. يلزم تكون هكاكا على الاخر، مرحي على الاخر. نحطها تو في البابي فيلم باش نعملهم دي بودان، نروليهم بالباهي. ما روليتهمش بالباهي انتم حاولوا رولوهم خير مني، معناها اطرحوهم بالقديه بالباهي، سمحوهم. تنجموا تبلوا المغرفه بالماء ولا بالزيت باش تسمحوا بالباهي لي بودان. يمكن استعجلت عليهم في الصنعه هذيك، نستعجل على الحاجه. anyway لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. غادي كي باش نكمل نعمل دو بودان، معناها ما شاء الله تعمل كي تعملوهم اصغر شويه لي بودان تعمل كميه كبيره، معناها مش تعمل لكم حتى 3 مش واكثر. لهنا كيف تشوفوا كما تشوفوا نحاول نسمعهم، نسمح فيهم بالباهي باش ناخذ نروليهم. وبعدين نحطهم في البابي هنا في البابي فيلم. بعدين نحطهم شنو اسمه الاخر، نسيت اسمه. ونحطهم نفورهم ما يطيبوش في وسط الماء، يلزم يوصلهمش الماء كي يطيبوا. نطيبوهم، نحطهم في المقفول ونفورهم تقريبا هكاكا. ياخذ ساعة. أنا حطيتها قربت الساعة، حطيتها تفور باش يتسمى حتى كالتعقيم، معناها العبد يخاف من الميكروب وكل كي. لهنا كما تشوفوا ندور فيها بالباهي باش تشحط. انتم تنجموا اشحطوهم خير مني، خاطرني قاعدوا مرخوفين شويه لهنا. ومن بعد نزيد نلفهم بالباهي باش ما يتحلوا الناس وكل.
باقي نطلع فيهم خاطر شوية هواية يلزم يطلع منهم والكل. وكما شفتوا نعاود نلفهم مرة أخرى. نحطوهم يتفوروا. لهنا يتفوروا في المقفول، نفورهم في المقفول بالباهي كما قلت لكم ساعة. ولهنا بعد ما حضروا طلعتهم، نحيت عليهم الكارت وخليت البابي فيلم من داخل. خلوهم حطوهم في غالي ما يبردوا، حطوهم في الثلاجة يبردوا بالباهي، ياخذوا وقتهم في البردان، ما تقصوهمش وهم سخونين. باش يعطوكم معناها قصة باهية والكل. بعد ما قصيتهم وذاقوهم الصغار والكل، درتهم في شوية في الطاجين كما تشوفوا لهنا كيبها نقص فيه. شوفوا ما شاء الله كيف جات. ونقول لكم ان شاء الله المره الجايه، وما تنسوش باش تعملوا لي جيم، خاطر الجيم هي تطلع الفيديو بسلامه.